في فيديو النهارده هقولك ازاي تعملي بيتزا في البيت بطريقه بسيطه جدا ومكونات بسيطه، بس في نفس الوقت النتيجه رائعه. شايفه عجينه البيتزا قدامك شكلها ازاي؟ قد ايه هشه وقد ايه خفيفه قطنيه فعلا. وعلى فكره المكونات سهله جدا وبسيطه وبدون تعقيد، اللي هو انت لو اول مره تدخلي المطبخ هتعرفي تعمليها. ده كوبايه كبيره ميه دافيه، هنزل عليها بقطعه خميره بيره او معلقه صغيره ممسوحه خميره فوريه على معلقه كبيره من السكر. هدوب مقدار الخميره ده وهركنه على جنب كده مقدار ربع ساعه، بحيث ان هي الخميره تنشط وتتفاعل وتاكد ان هي شغاله معايا كويس قبل ما ابتدي اعمل اي حاجه. محضره ايه ده؟ نص كيلو دقيق، دي جميع الاغراض او دي مخبوزات. هنزل عليه طبعا الدقيق منخول، هنزل عليه بربع معلقه صغيره ملح، نص كوبايه لبن بودر. ما عندكيش لبن بودر تستخدمي علبه زبادي او نص كوبايه لبن او تعجنيها بميه خالص مفيش اي مشكله. نص معلقه صغيره بيكنج باودر. هضيف كمان معلقه خل ومعلقه زبده كبيره. هنزل بمقدار الخميره اللي اتاكدت ان هو شغال معايا كويس، ومعلقه الخل ومعلقه الزبده او ربع كوبايه زيت. لو مش عايزه تضيفي زبده ضيفي ربع كوبايه زيت. اول سر من اسرار نجاح عجينه البيتزا انك تعجني العجينه كويس، ده اللي بيخليها هشه وطريه معاكي. انا هعجنها مقدار من 10 دقايق ل 12 دقيقه. شوفي العجينه بعد ما عجنتها طريه جدا وقد ايه ناعمه معايا. تعفيرة دقيق بسيطة في الطبق، هغطيها واحطها في مكان دافي هتخمر من ساعة لساعة ونص، طبعا عشان الجو برد هتاخد وقت شوية. بعد كده بعد ما العجينة خمرت طلعتها وقسمتها قطع، وزن القطعة تقريبا 50 جرام، ده للميني بيتزا. المقدار ده كله عمل لي 20 قطعة، انا اخدت 10 بس هعمل بيهم ميني بيتزا، وبقيت العجينة عملت بيها صينية بيتزا كبيرة. التخمير هنا هيحصل على مرتين. خمرت العجينة مرة اولى، اول لما خمرت سبتها تخمر ساعة او ساعة ونص حسب الجو، وبعد كده خمرتها مرة تانية بعد التشكيل. ده صدر فرخة انا شوياه بالزيت وبالاعشاب وبالثوم، طعمه كان تحفة وعجب الولاد جدا. اعملي بقى حطي على وش البيتزا بقى زي ما انا عايزة. انا حطيت صلصة البيتزا وفلفل، ده عملت دهنت كده دهنة خفيفة زبدة، ممكن تدهني بيض لو عايزة، والجبنة الموتزاريلا على الوش. الاضافات دي بقى زي ما انت عايزة. هنتكلم عن التسوية. اهم حاجة في تسوية البيتزا عشان تطلعي بيتزا طرية حاجتين. اول حاجة يكون الفرن على درجة حرارة 200 او 220 اول لما تدخليها، وما تسيبهاش في الفرن كتير، هتاخد في الفرن من 10 ل 15 دقيقة بالظبط. بس كده هتطلع لك بالشكل ده، سهلة جدا وبسيطة وما تكلفتش، واحسن نشتريها من بره 100 مرة. لو عجبك بقى الفيديو متنسيش